السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم على السحلب. كنت من قبل درت لكم بودرة السحلب، واليوم رايحين نعملو مشروب السحلب بهذا البودرة. هنا أنا درت كاس حليب وحطيت فيه بودرة السحلب. هاهي حنا فتحناها مليح بالطريقة هذه. ودركا هنا حطيت الحليب، نسيت راه تغلي باسكو راح ندير كاس ولا زوج برك. حطيت نسيت راه تغلي، مع تجي تغلي دركا نحط فيها السحلب هذا اللي كنت فتحته في هذا الكاس بالطريقه هذه. ونبقاو نخلطو هكذا حتى تختار. لازم نخلطوها بالمغرفه تاع الحطب، والنار تكون ناقصه على نار هادئه جدا. ونبقاو هكذا نخلطو ونحركو حتى تختار. هذا هو السحلب المصري. احنا هنا في الجزائر كان نسميوه المحلبي، وهنا كاين الناس يخليوه مثلا يكون جاري تسمى ما يكونش خاثر بزاف، وكاين اللي يخليه يبقى يحرك هكذا حتى يرجع خاثر كما نقولوا. المهم لانه كاين اللي يشربوا هكذاك كيما نشربوا الحليب، وكاين اللي تلقاه ياكلوا مثلا هكذا بالمغرفه. درك انا نبقى هكذا نحرك فيه حتى يختار ونرجع لكم. درك هكذا بعد ما خدمناه راهو اختار. رجع بالطريقه هذه ما شاء الله، وباين بنين باين باين باين. درك نشربوه ونقول لكم هكذا. درك هذا هو النهائي تاع مشروب السحلب هذا. بعد ما طاب نقولوا طاب، حطيته هنا في الكاس. ودركا نزيدو المكسرات اللي حنا حابين. مثلا نحطو المكسرات. هنا انا حطيت الكاوكاو، ونحطو شويه تاع الجلجلان، ونحطو شويه تاع جوز الهند هكذا. هذا هو هكذا الشكل النهائي تاع السحلب هذا. لا تنسوا الاشتراك بقناتي منسة، مشاركة الفيديو والاعجاب به، وشكرا. شهيتكم في الجنة، مع تحياتي، سلام.